نهارك سعيد. اهلا وسهلا. اسمك ايه يا فندم؟ جيد عبد الملك بيه وهبه. اهلا وسهلا يا بيه. اهلا بيك. اسمك يا فندم ايه؟ سالم سليمان. نهارك سعيد يا ابني. سعيد مبارك. جرجس افندي باشا. اتفضل يا جرجس بيه. اهلا. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد. محسن باشا ابن اسماعيل باشا الكبير. انا بقول مساء الخير. مساء النور. اسم الافندي ايه؟ فانوس. استنى اصبر يا اخي. فانوس سوريال جرس. اتفضل. بس ايه رايكم في حفله افندينا امبارح؟ دي كانت عظمه خالص الحفله. ولا الست. يا سلام على الست. سمعتوا اخر الاخبار؟ ايه امبارح؟ انتوا عارفيني على طول بيتي متطور، جايب راديو 2 قناه. بس على فكره قالوا الراديو حرام. لا ما تقولش. جميله يا سلام. بس بيقول لك سعد زغلول باشا هيضطر يقوم بالثوره. سعد زغلول باشا عشان الثوره اللي عايز يعملها. هي اول مره يا اخويا، ما هو كل شويه يا منفي يا معتقل يا مسجون. يا جماعه بلاش الكلام اللي يودي في داهيه ده، ويلا بينا نقول الترنيمه. تحب تقولوا ترنيمه يا جماعه؟ ترنيمه الاسبوع اللي فات بتاعت مرقس افندي. مرقس افندي قبل ما يجي يا حبيبي. يلا بينا يا جماعه. 1 2 3. مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. زي ما احنا عارفين يا شباب ان التطورات في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بقت بتودي شبابنا لاتجاهات غريبة. ففي تطورات كتيرة حصلت، بس نلاحظ كلنا ان في تطورات بتأثر علينا بناحية إيجابية وسلبية. فاحنا يا أحبائي لازم ننظر إلى الناحية الإيجابية، لازم ننظر إلى الناحية الإيجابية ونستفيد بيها في حياتنا. الله عليك يا مرقس افندي. احنا النهارده محضر لكم مفاجأة كبيرة. حصلنا على تسجيل بعثة الأنبا شنودة أب التعليم. ودلوقتي هنقعد نسمعوها نيجي مع بعض. ماشي اتفضل. الفرح أولاد الله مفروض إنهم دايما يكونوا فرحانين. نحط المرء. عايز تشوف أنت مملوء فعلا من الروح القدس ولا لا؟ معلش يا نظام. ابحث نفسك أنت دايما فرحان ولا لا؟ من ثمار الروح القدس فرح، ولذلك الكتاب المقدس بيأمرنا بالفرح. ودلوقتي بعد ما وعظتنا خلصت كان عندنا كام تنبيه كده نقوله علشان نتكل على الله ونصلي ونمشي. أول تنبيه، طلعت باشا حرب فتح مصنع كبير وعايز محاسبين. انا يا فندم. النبي تاني تنبيه، طالعين رحلة ترفيهية جدا أول مرة نطلعها. الرحلة دي هتبقى مفاجأة ولا بلاش مفاجأة؟ أقولها لكم دلوقتي، هتبقى لمكتبة اسكندرية. بكام لو سمحت يا مرقس افندي؟ ب2 ساعة ونص. طب في تخفيضات؟ 2
ساغ ونص، نعم. واللي حضر أكتر من 10 مرات يدفع 2 ساغ بس. أنا حضرت 11 مرة. في أي أسئلة تانية عند حضراتكم؟ أيوة اتفضل. هل يسمح لنا يا مرمس أفندي الخروج للثورة؟ لا اجلس اجلس، مش موضوعنا النهارده ماشي. كفايه كده النهارده، شغلة المحاسبة دي كفايه كده النهارده، كفايه كده النهارده عشان اتاخرنا، ويلا بينا نصلي.